الضغط والزحمه النفسيه اللي بنعيشها كل يوم بقى سهل جدا ان اعصابنا تفلت ومشاعرنا تنفجر، وكلمه واحده ممكن تبوظ علاقه عمرها سنين. الغضب بقى جزء من حياتنا، لكن المشكله عمرها ما كانت في الغضب نفسه. المشكله الحقيقيه اننا بنسيبه يتحكم فينا بدل ما احنا نتحكم فيه. انا دكتور محمد عثمان، والنهارده ميتنج جديد عن مهاره لو اتعلمتها هتغير حياتك وعلاقاتك ومستقبلك كله. المهاره دي هي اداره الغضب. الغضب مش ضعف ومش خطيئه، هو طاقه جباره ممكن تبني بيها وممكن تهد بيها كل شيء بنيته في سنين في لحظه غضب. الغضب مش لحظه مؤقته، هو طاقه وانفعال بيأثر على جسمك ومخك وسلوكك. وقت الغضب جسمك بيفرز هرمونات زي الادرينالين والكورتيزول، نبض القلب بيزيد، التفكير المندفع بياخد مركز الانتباه، والمخ بيشتغل على سيناريو واحد، الدفاع او الهجوم. ولو سبت الحاله دي تاخد قرار، القرار ده غالبا هيبقى بعده ندم. اداره الغضب مهمه علشان تحافظ على صحتك الجسديه والنفسيه، تحمي سمعتك المهنيه، وتحافظ على العلاقات الشخصيه، تخليك تاخد قرارات عقلانيه بدل ردود الفعل المؤذيه. العالم دانيال جولمان صاحب نظريه الذكاء العاطفي بيقول ان القدره على اداره الغضب واحده من اقوى المؤشرات للنضج النفسي. الغضب بيحصل لما بنحس بالتهديد او الرفض او الظلم او عدم التقدير، لكن لو بصينا اعمق شويه هنكتشف ان الغضب دايما وراه مشاعر تانية، خوف، وجع، احباط، احساس اننا مش كفايه. وده معناه ان الغضب مش عدوك، دي رساله من جواك بتقولك في حاجه مش متوازنه. في علم النفس الغضب بيتصنف كعاطفه ثانويه، يعني دايما بيخفي تحتيه احساس اعمق، واللي يقدر يوصل للاحساس الحقيقي هو اللي يقدر يتحكم في الغضب بدل ما الغضب يتحكم فيه. العلم بيوضح ان القدره على ضبط المشاعر مؤشر قوي على الذكاء العاطفي، والدراسات بتاكد ان الناس اللي بتعرف تتحكم في غضبها عندهم صحه افضل وعلاقات انضج وعمر اطول. احنا كلنا بنتعصب في الشغل، في البيت، على السوشيال ميديا، بس خلي بالك الغضب في الشغل هو اخطرهم. كلمه غلط ممكن تفضل ضدك شهور او سنين. عشان كده اداره الغضب مش رفاهيه، تحكم فيه مش يعني انك تكبت مشاعرك او تظاهر انك تمام. التحكم الحقيقي انك تبقى واعي بالموقف وتختار تتصرف ازاي. والقوه الحقيقيه مش انك تعلي صوتك، القوه انك تفضل هادي وقت ما الكل صوته عالي. ارسطو قال انك تغضب من الشخص الصح في الوقت الصح بالطريقه الصح وللسبب الصح، هو ده التوازن. خلينا نشوف ازاي تقدر تدير الغضب. اعترف لنفسك انك غضبان، مش لازم تقولها لاي حد، لكن الاعتراف لنفسك انا غضبان دلوقتي بينقلك من حاله الانفعال لحاله المراقب. الاعتراف ده بدايه التحكم. افصل بين الشخص والموقف. الغلط انك تاخد كل فعل على انه هجوم شخصي. افصل السلوك عن النيه واسال نفسك هو اللي حصل فعلا هجوم على كرامتي ولا مجرد سوء تفاهم. خد ثانيه قبل الرد، مش لازم ترد في نفس اللحظه. خد نفسك ببطء، عد من 1 ل5، غير مكانك لو امكن، فرغ غضبك بطريقه ذكيه. الغضب طاقه، والطاقه لازم تتفرغ. امشي شويه، مارس تمارين، او استخدم الكتابه لتفريغ المشاعر بدل التفريغ على الناس. التفريغ الصحي بيمنع الانفجار العشوائي. اختار رد يحفظ صورتك مش يرضي غضبك. الرد المتزن مش ضعف، ده ذكاء اجتماعي. استخدم انا حسيت بدل انت دايما، وركز على حل المشكله. سجل 3 حاجات كويسه حصلت كل يوم، ده بيعزز التقدير الذاتي، واتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. تواصل مع الناس اللي بتقدرك وبتدعمك. اعمل حدود، لو حد بيعدي حدودك بشكل مستمر وضح. اطلب الاحترام وافرضه. راجع نفسك بعد كل موقف كأنك بتتفرج من بره. ايه اللي حصل؟ ايه اللي استفدته؟ ايه اللي خسرته؟ التحليل ده بيحول كل موقف لتدريب واقعي لبناء مهارة افضل. الغضب مش عدوك، ده نظام انذار بيقولك ان في حاجة محتاجة تتصلح. خليك هادي بس مش سلبي، قوي بس مش عنيف. القوة الحقيقية مش انك تخفي مشاعرك، القوة انك تختار ازاي تستخدمها. الغضب ممكن يديك لحظة انتصار، بس التحكم فيه هو اللي هيغير مستقبلك. انا دكتور محمد عثمان، وده كان ميتنج عن إدارة الغضب.